جيتكم اليوم بثلاث وصفات رمضانية راح تحتاجوهم في الطاولة الرمضانية، سهل وسريع. راح ندير معاكم هذا العصير الطبيعي 100%، ديريه في الدار وراح تبهري به العائلة نتاعك اللي لازم ما يكونش خاطي الطاولة تاعك. راح ندير معاكم ثانيك مملحة عفوا تحلية الكراميل اللي سهرات رمضان بنة لا تقاوم. وشوفوا لي البنة والكراميل واش نقولكم. وراح نديروا مع بعضنا ثانيك طبق رئيسي للطاولة الرمضانية واللي هي لازانيا الباذنجان او جراتان الباذنجان اللي يقطر بالبنة، حجم عائلي تاكلي وتعاودي ويفضل لك حتى منه للسحور باش تهني من التخمام في السحور. مالي الاول مرة تشوفوني انا جولي نقولكم متابعة ليس لكم كل جديد، وصفات رمضانية تتبع روتينات ومشتريات، ونصلوا ونسلموا على اشرف خلق الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونبداو الوصفات على بركة الله. اول حاجة بدينا بالعصير تاعنا اللي نحتاجو فيه 4 حبات تاع زرودية، نقصهم رونديل، نزيد لهم 4 كيسان تاع الحليب، نحطهم يتغلوا على النار. بعد ما يتغلوا نخليهم يبردوا مليح، نضيف لهم 4 حبات تاع ليمو، 4 حبات تاع برتقال، لازم نكونوا نحيلهم هذاك الابيض باش ما تجيش مره، مبروش الليمون، 4 كاس تاع السكر، تقدروا تزيدوا السكر كيما حبيتوا. واللي راح يعطيها بنه على بنه هي علبه ياقورت بذوق الاناناس، ومن احسن بذوق الاناناس. وانتم تقدروا تختاروا اي ذوق، تختاروا نوعيه ياقورت تكون بنه تاعها مليحه. لا باتاغون تاع الاناناس اللي راح تزيدها بنه على منا، ولا تحبوا تستعملوا لا باتاغون تاع البنان لكم الاختيار. نخلطوا كلش مع بعضه ومن بعد نرحيوه. بعد ما نرحيوه نجيو نصفيه، وهذه اصعب مرحله عندي هي عمليه التصفيه. المهم هنا تصفوه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. واللي تبقى لنا نزيدوا له 2 كيسان تاع الماء، لازم نزيدوا له 2 كيسان تاع الماء ونعاودوا نغلوه ونعاودوا نرحوه. وهاوليكم العصير تاعي جاهز للتقديم، حضريه في اخر لحظه وبالصحه والهنا. كملنا الوصفة الأولى وراح ننطلقوا في الطبق الرئيسي الرمضاني اللي هو لازانيا الباذنجان. هذه اللوحة الفنية اللي راح تديروا بها حالة في هذا رمضان وتحملكم وجهكم قدام ضيافكم ولا قدام العائلة تاعكم بحجم كبير وعائلي. راح نحتاجوا فيها نص صدر تاع الدجاج، راح نديروا مع حبة تاع بصل تكون كبيرة شوية، اللي تكون مقصوصة كاريات بهذه الطريقة. نزيدوا معها 3 إلى 4 فصيصات تاع الثوم، تقدروا تبدلوا البولي بالفيوند إذا حبيتوا. زيدوا لها من بعد التوابل اللي راح نحتاجوا فيها توابل مشكلة، شوية تاع العكري وشوية تاع الزنجبيل وشوية تاع الفلفل الأسود، وهذا شيء اختياري. الفلفل الأسود تقدروا تضيفوه، تقدروا تستغنوا. ونزيدوا لها شوية تاع الزيت ثانيك. راح نعطيكم واحد لاستيوس البنات، كاين الناس اللي تغفل عليها. تحبوا اللحم تاعكم ولا الدجاج تاعكم كي ترحوه تحبوا يجيكم بنين 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 بنه قاطعه، ديروا له شويه شحمه تكون طازجه كي ترحوه معاه. جربوا هذه لاستيوس وردوا لي بالخبر. نجو درك للصوص تاع الطماطم اللي كنت نحيت من هذاك الخليط تاع الدجاج مغرفه، زدت لها 3 فصيصات تاع الثوم، حطيت هذيك الطماطم، زدت لها شويه تاع الزيت كيما هكذا. بهذه الطريقه انا درت 4 حبات تاع طماطم، قصيتهم كاريات، خليتهم يطيبوا مليح على النار. ومن بعد ضفت لهم توابل مشكله، وضفت لهم شويه تاع العكري، وضفت لهم ثانيك مغرفه تاع طماطم العلب بيان سور اللي راح تعطيها تحميره مليحه. نخلطوا كلش مع بعضه، ومن بعد زيد نضيفوا لها شويه تاع الماء هكا باش نتاكد باللي واش اسمها الصوص الطماطم تاعي طابلي مليح. درك نجو للمونتاج تاع الطبق تاعنا اللي راح نجيبو البلا اللي دخلنا للفور. نضيفوا الطبقه الاولى صوص تاع طماطم بعد مغسالي، ونضيفوا ثانيك طبقه من البطاطا، ونديروا لها من فوق طبقه من هذاك الدجاج المرحي اللي قلت لكم. ونأكد ونعاود انكم ارحوه مع شويه تاع الشحمه وردوا لي بالخبر. ومن بعد نضيفوا لها طبقه من الباذنجان، نشخشخوها مليح بهذاك الدجاج. ونزيدوا لها طبقه من البيشاميل كامل تعرفوا كيف ديروا. نزيدوا طبقه من البيشاميل. المهم هذا الجراتان تاع التشخشيخ من التالي، غير شخشخي يا مادا. نزيدوا لها ثاني طبقه من هذاك الدجاج اللي غير بنصف صدر تاع الدجاج وانتي درتي هذا الطبق الرائع. نزيدوا لها طبقه من البطاطا، طبقه من الباذنجان، وهكا تكوني كملتي الطبقه تاعك، طبقه تاعك كامل. كاش ما كاين اسهل من هذا الطبق ما كانش يا البنات، بنه ولا اروع. واخر طبقه يعني الطبقه اللي ما قبل الاخيره، نزيد لها هذاك الصوص تاع الطماطم اللي هو اللي يعطيها هذيك البنه الرائعه وهذيك التحميره والتشخشيخه المليح. اخر طبقه نديروها هي طبقه البيشاميل، ونشخشوه بالجبن مبشور. استعملوا اي نوعيه جبن مبشور، لكن انا دائما نقول لكم نستعمل امازيغ لخاطركش بنين ويتمطط لي ويعطيني هذيك التمطيطه الرائعه. درك هاوليكم الطبق تاعي البنات، ندخلوه للفور تاعنا يطب لنا من تحت ومن فوق، وهكا يكون الشكل النهائي نتاعو بهذه الطريقه. هكا كملت الطبق الثاني معاكم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وخلونا نشوفوا كيفاه يجينا من داخل.
بالنسبة للناس اللي تحب تاكل الطبق هذا وتقصه بالموس كاريات وتعطي كل واحد قطعة، نقولك خلي الطبق تاعك يبرد في غرضه مليح مليح باش تقصيه بكل بساطة. اما بالنسبة للناس اللي كي حالتنا حنا يحبوا ياكلوا ديريكت ما نقولوا حنا من البرمة للمعدة، تقدميه بهذا الشكل لانه نحن نحبوا ناكلوه سايح كيما هكذا طالق روحه وكلش مخلط في بعضه سيداتي. واوليكم الطبق تاعي كيفاه يجيكم مشخشخ بريني شهي. نجول للتحلية النهائية بيان سور لازم نفطروا ومن بعد نحليو. للتحلية حبيباتي راح نديروا مع بعضنا هذه الكؤوس، كؤوس السعادة، كؤوس الكراميل اللي تشهي بالبنة بالبنان. من اسهل ما يكون، كريمة سهلة وبسيطة. نحتاجوا فيها زوج كيسان تاع حليب، وراح نحتاجوا فيها علبة تاع فلون بذوق الكراميل. استعملوا اي نوعية حبيتوا عليها. انا هذه الطاوة درت فيها الكراميل، لذلك خلطت كلش مع بعضها. نديروا لها زوز مغارف تاع السكر ما تكثروش لانه اصلا راح نديروا لها الكراميل. ونديروا لها زوز مغارف تاع النشا، ومن احسن استعمال النشا تكون نوعيه ممتازه. نخلطوا كلش بارد في بارد بهذه الطريقه ونحطوها على النار تغلى لنا. اذا كانت العائله تاعكم كبيره تقدر تضاعفي المكونات هذوما، لكن هذه الكميه اللي مديتها لكم تدير لكم 7 كؤوس. زوز كيسان ونص تاع الحليب يديروا لكم 7 كؤوس. بعد ما حطيت النار على بعد ما حطيت الكريمه تاعي على النار قعدت لي تحصلت على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. نفرغوها في صحن يكون اوفال باش تبرد لنا بالخف، لانه في رمضان نكونوا غير نجرو منا ومنا. هنا بعد ما بردت الكريمه تاعي كما راكم تشوفوا راح نتحصلوا على هذا القوام، هو اللي راح نتحصلوا عليه يكون كشغل جيلاتين. نفرغوا هذا الجيلاتين ولا هذه الكريمه تاعنا بهذا الشكل في الكيفات اللي راح نخدموا فيها كما راكم تشوفوا. وراح نخلطوها شويه بالباطر. عليه البنات لانه كنت تحطوا لها ديريكت الكريم شونتي راح تجيكم كشغل حبيبات، لكن لازم احنا نفتحوا هذه الكريمه تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا مليح مليح بالباتر بهذا الشكل. ومن بعد نضيفوا لها الكريم شونتي هكا باش تجينا كريمه ليس مليح مليح. انا فتحتها كما هكذا بهذه الطريقه، ومن بعد ضفت لها 3 مغارف تاع كريم شونتي نوعيه ممتازه. انا نستعمل بلونش ناج للامانه، وريتها لكم العام اللي فات غير مغرفه واحده منها وتطلع لك الكريمه تاعك. بعد ما ضفت لها تقريبا نص كاس تاع الماء يكون مثلج، خلطت مليح وتحصلت على هذه الكريمه اللي راكم تشوفوا فيها. نجيبوا الكؤوس اللي راح نستعملهم. انا استعملت هذوما النوعيه تاع الكؤوس، وانتم استعملوا اي نوعيه حبيتوا عليها، ولا حتى هذوك اللي جو تاع البلاستيك. نضيفوا الطبقه الاولى بسكويت، تقدروا تستعملوا جينواز دايرينها في الدار ولا تشرو ولا كيما حبيتوا. المهم انا درت هذه الجنواز درتها في الدار، فتتها كيما هكذا. من بعد درت لها شويه تاع القهوه باش تعطي هذيك المروره البنينه. ونجو نديرو المونتاج تاعنا اللي راح نديرو طبقه تاع البسكويت، طبقه تاع الكريم كراميل اللي راكم تشوفوا فيه اللي هي كريمه الكراميل، ونديرو طبقه من هذاك الكراميل. راني شاركتكم الفيديو بالتفصيل في شورت فيديو تاع طريقه الكراميل هذه اللي يجيكم رائع ب3 مكونات فقط. نديرو طبقه تاع البسكويت كيف كيف، وزيد نديرو طبقه تاع الكريمه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ما شاء الله تقدروا ديروها حتى في لي كيك تاعكم. ومن بعد نديروا الطبقه النهائيه، نديروا حبيبه تاع البنان كما هكذا بهذا الشكل كما هكذا. ومن بعد عفوا ومن بعد نديروا لها كيما هكذا الكراميل من فوق. هذه الوصفه البنات خليوها تبرد مليح مليح، لانه الكراميل عقد ما يبرد عقد ما يتماسك عقد ما يتمطط لك اكثر ويعطيك هذاك الرونق الرائع. عليكم التحليه تاعي بعد ما نكمل كامل الكؤوس نعمرهم كراميل بهذا الشكل. والتزيين يبقى اختياري، تقدري تخليهم كيما هكذا سامبل، كيما تقدري ديري لهم اي تزيين حبيتي عليه. كملت الكؤوس تاعي كامل بهذا الشكل، جو تحفه فنيه ما شاء الله. يحمروا لك وجهك قدام ضيافك في رمضان، يعني عندك عرضيات كذا وتحبي تحمري وجهك، هذوما الكؤوس يستحقوا التجربه. هكا نكون وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وروتينات وتدبير اخرى. انتظروني، مع السلامه. نسيت باش نقول لكم رعاكم الله حفظكم الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.